وبعد ما رجعوا من الرحلة كلمت مدير أعمالها علشان تقول لكون على الحقيقة علشان كدبت عليه في إنها عايزة تكمل دراسة القانون، فهو بيقول لها لأ وإن شرط الكاتبة علشان تديها الدور إنها تتدرب في سرية تامة ومحدش يعرف، وبتكون طبعا زعلانة وحاسة بالذنب علشان هي بتكدب عليه، وبيجيلها هدية عند شركة الإنتاج بتاعتها، ولما بيفتحها مدير أعمالها والرئيس بيلاقوا نوع نبتة معين كده كان واحد اسمه جونج هو اللي بيبعتها، فالرئيس بيقول لمدير أعمالها هو جونج فين؟ فهو بيقول له إن هو سمع إن هو في الولايات المتحدة، بس بنكتشف إن هو رجع وشكله كده بيراقبها، وفي يوم بالليل بتكون خارجة هي وكون وبتكون هتحكي له حاجة، بس بعد كده بتغير رأيها، فكون بيقول لها إن هو مش مهم لو عايزة تخبي عليه حاجة طالما في مصلحتها، ويقوم حاضنها وفعلا نلاقي إن جونج ده بيراقبها. وفي الأسانسير بيكون في اتنين ماسكين إيد بعض وشغالين في نفس المكان، فيبدأ المدير بتاعهم يتكلم عن المواعدة، فيونسو تقول إن المواعدة في السر في الشغل دي حاجة رومانسية جدا، فيبدأ كون ينكشها زي اللي هو مثلا يغمز لها والكل قاعد وكده، ولما هما بياكلوا مثلا يزق لها الطبق اللي هي بتحبه وبيقعدوا يتراسلوا في السر، وهو بيروحها هي بتقوله ان بكره السبت اجازة ولازم يروح لها البيت، وهو يقول لها طبعا، بس بعد ما يفكروا شوية هما الاتنين يتكسفوا ان التاني يفهمه غلط، وهي يكون نيتها ان هو يروح لها علشان يتفرجوا على فيلم سوا، ولما يروح لها تكتشف ان جهاز الدي في دي بايظ، وهي بتتوتر عشان بتكون خايفة ان هو يفهمها غلط، فبيقعدوا يتكلموا على الأفلام والإعلانات اللي هي عملتها وبيقعدوا يتفرجوا على ألبوم الصور بتاعها، وبالليل وهما بيشربوا بتقوله من ساعة ما قالت له ان هو يجيلها وهي بيجيلها افكار ان هما يبقوا لوحدهم وكده، وهو بيسألها افكار ايه سيئة، فهو يقوم بيسها وهي طبعا بتتفاجئ، وتاني يوم بينتشر في الاخبار ان جيونج رجع كنائب رئيس للشركة، بس ولا كون ولا يونسو يعرفوا، ومدير الاعمال بتاع يونسو بيكلم الرئيس بتاعهم وبيقول له انه احسن حاجة ان يونسو ما بتشوفش الاخبار فما تعرفش، وبتكون وهي رايحة الشغل بيكون في واحد ماشي وراها علشان عايز يرجع لها قلم وقع منها، وهي بتفتكره معجب، فهي بتقول له انها مش مشهورة شخصية عادية، وبعد شوية بتلاقيه في المكتب وهي برضو بتتكلم معاه على انه معجب، بس هي بتكتشف ان هو طلع ابو كون، بس شكله هو وباباه مش على وفاق قوي لان باباه بيمشي من غير ما يقوله حاجة مهمة، وبعديها مامته بتكلمه وبتقوله اذا كان حكاله، وتقوله ان هو اكتشف ان نائب العمدة سرق 2.5 مليون دولار، وان باباه احتمال يتوقف عن العمل، وبيروح لباباه وهو متظاهر ان يعني مش عاجبه الموضوع، وقرر ان هو يقف جنبه ويروح معاه المحاكمة ويدافع عنه، وبعد المحاكمة بيكونوا رايحين يتغدوا، بس هو بيقوله ان المساعدة بتاعته هتيجي معاهم، وهناك بيفاجئهم وبيقوله انها حبيبته، وان هي السبب في سلوكه لو متغير، وان هي نصحته ان هو يقف معاه ويبقى جنبه، وهي تتفاجئ وابوه يتفاجئ علشان كون بيكون اول مرة يقول مشاعره الحقيقية قدام باباه، وبعد كده بيديها سلسلة هدية وبيشكرها انها جنبه، وفي يوم بيكونوا راجعين وبتكون في عربية ماشية وراهم، بس بيطلع جون وبس يونسو بتكون خايفة فبيمشوا، ولما بيروحها مش بيكون عايز يسيبها لوحدها، وبعد كده بتحكي له قصتها، وإنها أول مرة تشوف جونج ده كان علشان خاطر مسلسل، بس هو خلى المدير يشرب لحد ما أغمى عليه، وجاب لها هي كمان تشرب وما كانتش عايزة في الأول، بس في الآخر شربت وطلع إن هو كان فيه مخدر، ونامت، ولما صحيت قال لها إن هو كان مبسوط إن هو بيراقب الشخص اللي بيحبه وهو نايم، وفي مرة تانية كانت سهرانة مع زمايلها وجه حد قال لها إن المدير عايزها، وفي الآخر طلع إن هو جونج وكان سكران، وساعتها جت الشرطة وقبضت عليه بتهمة المخدرات، وطبعا لأنها كانت في نفس المكان فخدوها، ولما عملوا لها التحليل وطلع نتيجته سلبية سابوها، بس طبعا ساعتها انتشر عنها شائعات ومحدش صدقها، واللي تعرفهم داروا لها ظهرهم، ولأنها كانت في يوم عايزة تحكي له كل ده، وساعتها هو بيبات معاها علشان بيكون مش عايز يسيبها لوحدها، وتاني يوم هي اللي بتحضر له الفطار، وتاني يوم بعد الشغل بيروحوا موعد في الملاهي وبيقعدوا يلعبوا، وبيجيب لها غزل بنات شكله كيوت قوي، بس بيخبط في حد وبيقع، وهو بيزعل جدا علشان كان عايز يفرحها، وهي بتقوله مش مهم ناكلها في الدبدوبة، ولما كان عايز يشغل لها الصواريخ حظه ان الصواريخ ما اشتغلتش، وهي بتقوله ان اهم حاجة ان هو معاها وبيحاول يبسطها، وتاني يوم وهم رايحين الشغل هو بياخد باله انه في عربية ماشية وراهم، وهو بيقول لها انها تطلع، ولما بيروح بيشوف مين اللي في العربية بيلاقيه ان هو مصور، وفجأة يونسو بترجع وبتكلم جونج وبتقوله انها ولا عايزة تشوفه ولا عايزة تقابله تاني، وان لو اللي حصل ده اتكرر تاني ان هما هيتقابلوا بس في المحكمة، وهو يقول لها انها بقت جريئة عن اخر مرة، ويونسو بتاخد الكارت الميموري من المصور، ومدير الشركة بيكلمها وبيقول لها ان اللي مسؤول عن انتاج المسلسل مش عايزينها تبقى البطلة، فتقول له انها هتروح معاه
وتحاول تقنعه، وكون بيدخل عليها بس هي مش بتقوله حاجة وبتقوله انها مش هتكون بالليل موجودة وانها هتبقى معزومة على العشاء. ولما بتروح بتكتشف ان اللي مش عايزها في المسلسل هو جونج، وبتقوله انها حذرته قبل كده وانها مش عايزة تشوفه تاني. فهو بيقول لها انها بقت جريئة، فهي بتقوله ان زمان كان عندها حاجة تخسرها بس دلوقتي هي ما عندهاش حاجة تخسرها، وان حتى المسلسل دلوقتي مش مهم لانها دلوقتي بقت سعيدة في حياتها اكتر، وبتسيبه وتمشي. بس لما بتروح البيت بتقعد تعيط، وكون زي ما يكون حس بيها وبيروح لها وبيكون معاه دبدوبة قنفذ علشان لما ما يكونش معاها تبص لها وتفتكره. بس هي بتقوله انها الفترة دي مش هتقدر تروح الشغل. ورئيسهم في المكتب بيقول لهم ان يونسو مش هتيجي الشغل الفترة دي. ويونسو في البيت فجأة بتبص للدبدوبة وشكلها كده قررت حاجة، وفعلا بتروح لهم المكتب، بس مش على انها شغالة هناك، بتروح على انها عميلة. وادت لكون الكارت الميموري والرسائل بتاعة التهديد اللي كانت على التليفون علشان طبعا يرفع لها قضية. كون بيوصلها، ولما بتوصل بتكتشف ان جونج هناك في الشقة، وكون خد باله من السواق بتاعه وراح لافف وراجع، ولقى ان جونج بيضايق يونسو. راح كون ضربه وقال له ان هو يبعد عن حبيبته. الشرطة بتقبض على جيونج المجنون، بس بيقبضوا عليه بسبب كذا تهمة، ان هو اختلس فلوس من شركتهم، وان هو كان بيطاردها، وقضية مخدرات، وتهرب ضريبي. وانتشر مقال ووضح ان هي كانت بريئة وان هو اللي كان مورطها في كل ده، وابتدت شعبيتها ترجع بين الناس تاني، وان هم عايزينها ترجع تمثل ويتصوروا معاها. وتاني يوم الصحافة بتروح مكان ما هي بتشتغل، وبيبتدوا يسألوا أسئلة زي اللي هي بتتدرب علشان دراما جديدة وكده. وكل ده بيكون كون واقف، وهي بتيجي وكون بياخدها وهي بتعتذر منه علشان هي ما قالتلوش الحقيقة. فهو بيقول لها ان هو عارف ان هي بتحب التمثيل والحاجة اللي هتخليها مبسوطة، فهو هيبقى مبسوط علشانها. وبياخدوا اليوم اجازة وبيقعدوا يقضوا اليوم مع بعض وبيتسوقوا، وبتروح تقضي اليوم معاه في البيت، وبيقعدوا يلعبوا. وبعد كده بيروح يوصلها وبيقابل مدير أعمالها، ومدير أعمالها بيقول لكون إن الوقت ده حرج في حياة يونسو لأنها ابتدت تسترجع شعبيتها، وإنه لو اتعرف إن هما بيتباعدوا إن ده مش في صالحها. وبيقوله إن هو علشان مصلحتها لازم ينفصل عنها. ويقعد كون طول الليل بيفكر. وتاني يوم بيكون منشور عنهم إشاعة إن هما بيتباعدوا، بيكون محطوط لهم صورة، وهو بيقول للي في المكتب إن ده مش صح. وبيدخل عليها وبيلاقي الرئيس التنفيذي للشركة اللي بتدعمها بيتكلم معاها بخصوص الموضوع ده، وهي بتقوله ان هو بيقترح عليها ان هم يقولوا ان مفيش حاجة بينهم وان هي بتشتغل عنده علشان خاطر الدراما. وهو يقول لها اللي في مصلحتك اعمليه. وبالليل بيكون في عشاء علشانها وكده، وكون مش بيحضر، بس بيجي لها اخر اليوم وبيحضروا فيلم سوا. وبعد الفيلم بيفاجئها وبيقول لها ان انت ترجعي للعالم بتاعك وانا ارجع للعالم بتاعي. وهي مش بتكون فاهمة قصده ايه، فهو يقول لها ان هم لازم يسيبوا بعض، وهي طبعا بتزعل وبتتفاجئ، وهي بتكون زعلانة جدا. بس هو يقول لها ان خلاص قصتهم خلصت. وبتروح البيت وبتفضل تعيط وبتشكي لمدير اعمالها، وبتقوله ان هو قال لها ان هو هيفضل معاها ومش هيسيبها، وهي مش عارفة هو ليه عمل كده. وطبعا مدير اعمالها مش بيقول لها ان هو السبب. وفي نفس الوقت كون بيكون قاعد زعلان جدا وبيكون مع صاحبه وبيقوله ان هو عمل كده علشان خاطر سعادتها. فصاحبه بيقوله ان هي ما تعرفش كده، وان هي دايما هتشوفه الشخص اللي سابها. وهو بيرجع حياته شغل في شغل، وهي تبدأ تاخد صور للبوستر بتاع المسلسل، وبتكون هتعمله خلاص وهو بيعرف. وفي يوم بتيجي أم الراجل اللي قتل جوز الست بتاعة العنف المنزلي، وبتقول إن هو مظلوم وإن هو حتى ما سمعوش، وبتتحايل عليه إن هو يترافع عنه. وفعلا بيروح المحكمة، بس بيلاقيه إن هو خد حكم ب20 سنة سجن. وطبعا الراجل بينهار، وبعد المحاكمة مامته بتقوله إن هو طعنه طعنة واحدة مش طعنتين. فكون بيستغرب وبيخلي محامي تاني من اللي بيشتغل معاه إن هو يحقق في الموضوع. وفعلا بيلاقي الزوجة إن هي خدت فلوس التأمين واختفت، وبتاعة التأمين بتقوله إن هي كان معاها حد وهي افتكرت إن هو صديق ليها. فيبدأ يشك وبيكون عايز تاني يفتح القضية، وبيروح يقول لمدير مكتبه إن هو قرر يفتح القضية بتاعة بارك تاني. وطبعا المدير مش بيوافق علشان كده هيفقد المصداقية بتاعته عند الناس، بس هو بيقوله إن هو خلاص قدم الطلب. ولما بيروح بيقول لصاحبه إن هو خايف وخايف يجرح حد. وفعلا القضية بتتفتح والصحافة بتبدأ تسأل فيه. وطبعا يونسو بتعرف كل اللي حصل معاه من اللي شغالين في المكتب، وهو لما بيرجع المكتب بيفتكر لما كانت بتشجعه، وبيلاقي ستيكي نوت كده هي سايبها له ان هو هيعمل الصح وان هو هينجح وان هو زي الصخرة قوي. وبالليل بيكون قاعد لوحده وزعلان وبيقعد يعيط. ويونسو بتقابل صاحب كون المقرب وبيقول لها ان هو من ساعة ما فتح القضية ولا بياكل ولا بيشرب، وان هو قلقان عليه جدا، وشكله هو والرئيس بتاعه اتصالحوا، لان هو لما بيعرض القضية بيقول ان هي وهي رايحة تاخد فلوس التأمين كان معاها شخص مجهول،
وشكله كده شريكها. ويونسو بتروح له المكتب وهو طبعا بيتفاجئ، فهي بتقول له انها جت علشان نسيت القلم بتاعها، وهي طبعا كدابه، وبتقول له المفروض ان هو يعزمها على وجبه. فهو يصدمها ويقول لها هو انت نسيتي ان احنا انفصلنا؟ فتقول له ازاي انها هتنسى، وان هي كانت قلقانه عليه لما شافت الاخبار، وان هي كانت عايزه ان هم ياكلوا سوا. فهو يقول لها ان مفيش داعي انك تقلقي عليا لان احنا كده كده سيبنا بعض. وهي بتزعل، ولما بتيجي ماشيه بتلاقي ان الستيكي نوت بتاعتها مش في مكانها، فبتزعل وبتفتكر ان هو رماها. ولما بتروح بيتها بتكون زعلانه جدا، وبتقول لمدير اعمالها ان هو شال النوتس بتاعتها وان هو خلاص نسيها. وتاني يوم بيكون في محاكمه، وكون بيدافع عن بارك، وبيقول ان هو طعنه طعنه واحده بس، وان الطعنه التانية هي اللي كانت السبب في موته، وان ازاي الدم بيكون منتشر في كل مكان، وازاي ما يجيش على جاكيت القاتل. وفجاه بتظهر ميون وبتشهد ضد بارك. فطبعا لسه في محاكمات ولسه ما اثبتتش براءة بارك. وجون مدير اعمال يونسو بيعترف لها ان هو اللي اتكلم مع كون، وان هو قال له ان هو يسيبها علشان مصلحتها، وان هو زعلان جدا، بس هو اعترف لها لما لقى ان فعلا حالتها مش حلوة. وكون بيروح لصاحبته المدعية وبيوريها فيديوهات، وبيقول لها ان هو عايز بصمات الراجل ده، مع انه حاسس ان الموضوع مستحيل. وتاني يوم يونسو بتروح لكون وبتديله فطار، وشكلها قررت انها مش هتسيبه. ولما بتروح له تاني كون بيقول لها ان هي كده هتنتشر عنها شائعات ملهاش لازمة، وهي بتقول له انها هتفضل تجيله كل ما يوحشها. وبعدين بنكتشف ان في المحكمة ان البصمات دي بتاعت شخص ميت، اللي هو جوزها القديم اللي مات في الحريقة، اللي بيكون قبل جوزها اللي ميت ده، وبيطلع عايش. فمعنى كده ان هما بيكونوا متفقين سوا. وبيطلع الشخص اللي هي قالت عليه ان هو جوزها ومات في الحريق ده في الاصل باباها، يعني هي اصلا قتلت باباها. ولما بيحققوا مع جوزها بيعترف عليها، وبيقول ان هي كانت بتستدرج بارك وبتغسل دماغه، وبتقوله انها عايزاه يتقتل بس حد تاني هو اللي يقتله. وفي مرة راح وجوزها ده كان بيضربها فاداله طعنة واحدة، بس بعد كده لما هو راح لقاه لسه عايش، فراح مديله الطعنة التانية، وانها عملت كل ده علشان خاطر تاخد فلوس التأمين ومحدش يشك فيها. والحمد لله بيتقبض عليها الست الشريرة دي. ويونسو بتروح لكون وبتقوله انها مش فاهمة ليه مش هيكونوا سوا، وانها مش هتتخلى عنه، وبتترجاه ان هو ما يسيبهاش. وخلاص بطلنا قرر ان هو مش هيسيبها، وبيرجعوا لبعض. وبيقول لها ان هو عايز يبات عندها علشان يشوفها لما تنام، وفعلا بيحصل كده، وهي بتفضل بصاله. وفجأة بيجي مدير اعمالها، فهي بتخبيه في الحمام، بس مدير اعمالها بيشوفه. ومش بس كده، ده كمان بيتغرق. وبيكونوا محتاجين محامي في مكان التصوير كمستشار قانوني، ويقول لهم ايه الصح وايه الغلط. وبيكون المدير بتاعهم هو اللي عايز يروح، بس كون لأول مرة بيكون هو كمان عايز يروح، فبيعملوا تصويت وكون هو اللي بيكسب. وفعلا بيروح، ويونسو بتتفاجئ بيه، بس في الآخر بتجمعهم لحظات رومانسية وهي بتقعد تستهبل وسط ما هي ما بتصور. وكون بيقعد يدور على النت مين الممثل اللي هيمثل قدامها، وبيلاقي ان لقبه اسمه سيد التقبيل، وده طبعا بيضايقه وبيخليه يغير. وهي بتروح له عند البيت عنده وبتقول له انها محتاجاه ان هو يساعدها ازاي تمثل. وبيكون في سكريبت المسلسل بوسة، وهي بتقعد تتخيل ايه اللي هيحصل بينهم، وبتتفاجئ ان مش ده اللي حصل، وان هو اصلا ما خدش باله وان هما بيتدربوا بجد. وبياخد باله من مشهد البوسة بعد ما هي ما بتمشي. وتاني يوم في التصوير بيروح لها، قال ايه يعني كان هناك بالصدفة، وبيبقى قاعد على أعصابه في المشهد. فبيروح يقول للمخرج ان هو ما ينفعش يكون في بوس وكده قدام المحكمة، وان هما كفاية ان هما يسلموا على بعض. مدير اعمالها بياخد كون وبيروحوا يشربوا قهوه، وبيشوفوا اتنين قضاه ماسكين ايد بعض، فبيقولوا ان هو شخص غيور جدا، خصوصا ان القضاه دول اصلا هما الاتنين اصحابه. ولما بيخرج بيشوف يونسو والممثل وهما بيتدربوا، وبيمشي. وإذ فجأة بيكون في عشاء في الشركة، وبيونسو بتروح، والمدير بيقول لهم ان هو عايز كون يروح موعد مدبر علشان يلاقي له حبيبة. تقوم يونسو تسكت، لا تقوم مفاجئهم كلهم ان هي حبيبته. فالمدير طبعا بيتفاجئ وبيتلسع من المفاجأة. وبالليل لما بيروحها بتقوله ان في التمثيل مفيش بوسة حقيقية، وان هي بتكون مجرد حركة وبيتصوروا من زاوية معينة وبتوريله. فبيقول لها طب لو حد حب ان هو يبوس حد بجد، ويقوم هوبا يقوم بايسها. وبالليل لما بيكلمها بيقول لها ان هو رايح يقابل صاحبته المدعي، فهي بتقول له انها هتروح على نفس المكان، قال يعني شافتهم صدفة ومش هيبقى فيه مشكلة لو هي قعدت معاهم. وفعلا بيروح، بس للأسف بيكون موعد مدبر وبيكون في بنت مستنياه. ويونسو كمان بتروح وبتقول لها ان ده حبيبها وانها تبعد عنه. وهو لما بيروحها بيكون فاكرها انها متضايقة، بس هي بتكون متعصبة ان هو ليه طويل ووسيم، وان البنت اعجبت بيه حتى من صوته. وكون طبعا بيضحك، فهو بيكون خايف انها تفهمه غلط، بس هي بتقوله انها واثقة فيه وان لازم الثقة تكون متبادلة بينهم. وبتحضنه وبتكلمه وبتقوله انها لازم تسافر بكرة لمدة شهر علشان خاطر المسلسل بتاعها. فهو بيقول لها خلاص ال20 ساعة اللي فاضلين دول هنقضيهم مع بعض.
بس فجأة بيطلع له شغل وبتكون واحدة مقبوض عليها، فهي بتتضايق بس بتقرر إنها تكون مساعدته للمرة الأخيرة علشان يفضلوا يكونوا مع بعض. ولما بيخلصوا شغل بيقرروا إن هما يقضوا ال14 ساعة اللي فاضلين مع بعض، بس فجأة بيجيلها تليفون وإن هي كان عندها بث مباشر وإنها لازم تطلعوا، وفعلا بتروح وهو بيتفرج عليه وبيبعتلها كومنت من وسط الكومنتات، وكمان بيتصل بيها وبيقول لها إن حبيبته مسافرة كمان شهر وإن هو بيحبها وإن هو من معجبينها، وهي كمان بتقوله إنها بتحبه بس هي طبعا بتكون عارفة هو مين. وفعلا بتسافر وكل يوم بيتكلموا فيديو وبيسألها عن أحوالها، ولما بيطلع من المحكمة برضه بيكلمها وبيطلع عنها إشاعة هي والممثل اللي بتمثل معاه إن هما بيتواعدوا، وهي بتكلمه وبتقوله إن حصل حاجة وإن الصحفيين بيضايقوها وإنها مضطرة إنها تقفل تليفونها، وهو بيفتح وبيشوف الخبر بس ما بيصدقش وبيكون واثق فيها وبيكون شايف إنها خست قوي وإنها ما بتاكلش. ولما بترجع بتكون عايزة تروح تقابله بس مدير أعمالها بيقول لها لأ علشان الصحافة وإنها تروح على بيتها على طول. ولما بتروح بتلاقي إن هو عامل لها مفاجأة بعلم مدير أعمالها علشان كده كان مصمم إنها تروح البيت، وبتحضنه وبيجي اليوم اللي هيتعرض فيه أول حلقة للمسلسل بتاعها وهو بيروح لها عشان يشوفوها سوا، وهي بتكون متوترة جدا وبيقروا الكومنتات سوا وبتكون كل الكومنتات حلوة وهي بتفرح جدا. وتاني يوم بتشتري له بدلة وبتقوله إنها قررت تعلن على علاقتهم للكل، وبيجي فعلا يوم الحفلة وهو وهي بينزلوا من العربية والصحافة بتكون موجودة وبتصورهم وبيتعرف خلاص عن علاقتهم، ونهاية سعيدة للمسلسل. لو عجبكم المسلسل متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل المسلسلات اللي جاية، ولو عايزين مسلسل معين نتكلم عنه متنسوش تكتبوهولي في الكومنتات.